جيدا، يعرف يتم المعرفة بيت الأولمبي. وهذا الألماني جوزيف زيمباور 55 سنة الذي أعاد الفريق. كوسيل أبو عالية واحد منهما. رياض بودبوز ينفذ الرأسية ولكن لم تكن متقنة ومضبوطة هذه الرأسية. من كرة في الوسط تنقل من هناك من حميدي محمد رضا، عادت للأحمري أيمن عبد العزيز، طريقة ممتازة، التوزيعة موجودة هنا. وميجوديل على مرتين، ميجوديل عبد الرحمن على مرتين، كاد أن رجعت إلى الجهة اليسرى. الأحمري عبد العزيز في أفضل الزوايا التي يفضلها هذا اللاعب من هذه الجهة. تعود من جديد محاولة للتسديد، بصعوبة كبيرة، بصعوبة كبيرة يتمكن ميجوديل عبد الرحمن من إبعاد الخطر. 2010 2011 بالإضافة إلى جانب أرمدة من لاعبي الأولمبي. بيشلف انذاك تلعب الكرة من أيمن الأحمري بصعوبة كبيرة والهدف الأول. أول أهداف المباراة في هذه الدقيقة 15 أو بالأحرى الدقيقة 16 من زمن المباراة. رضوان بركان يستغل الفرصة والهفوة الدفاعية والارتباك في محور الدفاع ويوقع على أول الأهداف، وإنه بن شاعة محمد أمين محور الدفاع الذي أخذ مكانه في مباراة. في الوسط ينتظر، طلب الكرة في المكان المثالي، التبادلات القصيرة والاستنجاد بإدوين جاب، قطعت من عناصر شبيبة القبائل وانطلق في هجمة مرتدة معاكس رضوان بركان. ينتظر رضوان بركان لمن سيمنح الكرة، الحلول موجودة كثيرة جدا. تبقى الكرة للشبيبة علي عمريش، التسديدة بجانب القائم الأيمن في ظل الحلول الكثيرة. يعني بين الهداف ب20 هدف غادر قبل جولتين من الختام. لعبت مباشرة بطريقة ممتازة ناحية حميدي محمد رضا، عاد بها لأيمن الأحمري. ممتازة من الأحمري أيمن عبد العزيز، وأروع من عبد الرحمن ميجوديل، يحاول في كل مرة من كل الزوايا. رياض وفارس من منهما سيتولى تنفيذ هذه الكرة؟ أكيد رياض بودبوز، تلعب قصيرة. رياض بودبوز يتقدم، يبحث عن التهيئة، عن التسديد، يفضل التوزيع في القائم الثاني المتابعة. الحارس في المكان المناسب دائما. رضوان بركان من راس، أو هنا مقدم يدير. ستلعب ثلاثية بين اليساريين رياض وكسيلة ومعهما أيمن عبد العزيز الأحمري. من الثلاثي سيتولى التنفيذ؟ أكيد ستلعب ثلاثية، ستلعب قصيرة، يتركوها لأيمن الأحمري، ولكن كاد أن يباغته ويخادع ميجوديل عبد الرحمن، كاد أن يباغته، ولكن الحكم لحلو بمرأة ضبط جداره الدفاعي بالسنتيمتر والمليمتر وحرص الجهة المقابلة. من سيكون في التنفيذ؟ بودبوز ببراعة واقتدار. الحارس ميجوديل، حارس ميجوديل طبعا البديل صداحين. قطعت الكرة وعادت من أيمن الأحمري الخطير. بركان رضوان بينه وبين أيمن الأحمري، بركان التسديدة. بعدما تهدئة اللعب، خرج من هناك أكبانيو بطريقة ممتازة. يا سلام، أكبانيو في النهاية تبقى الخطورة والحارس. أكبانيو طلب الكرة بذكاء كبير، ثابتة وخطأ آخر بين بودبوز يلعبها بسرعة، الدفاع يخرجها، تبقى الكرة لشبيبة القبائل. رضوان بركان، ميجوديل قوي. رضوان بركان، لعبت الكرة هنا فيش تسلل غير موجود. التسديدة وإدير محمد أو قول عبد الوحيد بنوة، مشات الكرة للعناصر، وصلت للأخطر من هناك. الأحمري أيمن، التسديدة، التسديدة القوية من الأحمري. كيف ستسير أحداث هذه المباراة وتلك هناك بملعب الوحدة المغاربية؟ زيج كبيرة، ونهاية المباراة، نهاية المباراة لمصلحة شبيبة القبائل.